عندنا كتب كتير قوي هنتكلم عنها النهارده. لو انت بتشوف الفيديو ده فانت ممكن تكون من الناس اللي بتحب تتفرج على سلاسل الافلام والمسلسلات الفانتازيا المشهوره. كبرت على افلام هاري بوتر ولورد اوف ذا رينجز، كنت من الناس اللي بتهتم تتفرج على مسلسلات زي فايكنجز وجيم اوف ثرونز ومؤخرا ذا رينجز اوف باور وهاوس اوف ذا دراجون، او انت من الناس اللي بتحب تلعب الفيديو جيمز اللي مركزه اكتر على عوالم الفانتازيا. خلصت ويتشر 3 ذا وايلد هانت، او لسه بتلعب جنشن امباكت، او من الناس اللي بتحب لعب السول زي دارك سولز والدن رينج، وطبعا مش هننسى بالدورز جيت. او انت ممكن تكون من الناس اللي بتحب الكتب اللي فيها خرايط وفيها عوالم خاصه منشوئه عشانها، هي بتحب العوالم الموازيه والاسس البنائيه السياسيه المختلفه ومهتم تستكشف ماجيك سيستمز جديده. لو انت اي حد من دول الفيديو ده معمول عشانك. النهارده انا هتكلم عن اكبر قدر ممكن من كتب الفانتازيا، بدايه من كتب المبتدئين اللي الناس اللي لسه عايزه تكتشف نفسها في الجونرا ده ممكن تبدا بيها، وهنعدي بطريق طويل لحد ما نوصل للكتب الابيك فانتسي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا نبدا الفيديو. انا مقسمه ترشيحات الكتب لبيجنر وانترميديت وادفانسد. الادفانسد متقسم شويه، وبعد كده هندخل في الابيك فانتسي اللي هي الكتب التقيله قوي اللي ممكن كتير منكم يكون جاي عشان بيدور عليها، بس لازم ناخد كل حاجه خطوه بخطوه. اول حاجه هنبدا بيها هي البيجنر. لو واحد حاسس انه ممكن يكون بيحب جانر الفانتازيا ده بس عمره ما قرا فيه قبل كده وعايز يستكشف الميه بنفسه زي ما بيقولوا، في الوقت ده بحب ارشح سلسله سبايدر ويب. اتكلمت عنها اكتر في فيديو ترشيحات للناس اللي حابه تبدا قرايه في العموم، هحط اللينك بتاعه فوق. بس سبايدر ويك من السلاسل الممتازه جدا اللي اي حد عايز يبدا فانتازيا ممكن يتجه ليها، خصوصا ان هي في عالمنا احنا، فمش هتستكشف نظم سحريه مختلفه قوي. كمان الكتب قصيره جدا، هم 5 كتب في السلسله، والسلسله كلها منشوره وتقدر تقراها كلها في قعده واحده. بتتكلم بشكل بسيط جدا عن الفي، بس يمكن مش بالشكل اللي بقى مشهور قوي دلوقتي في الرومانتسي. بيتكلم عن الفي العاديين اللي كنا نعرفهم زمان، اللي كانوا موجودين في الاساطير والفيري تيلز، اللي منها البيكسيز والسبرايت وكائنات تانية مشهوره زي الجريفنز، وماجيك سيستم بسيط جدا ينفع حتى للأطفال. بعد كده لو عايزين نسخن شوية بقى بحاجة تانية تكون ميدل جريد بس أعلى شوية في المستوى، مش هنقدر نتغاضى عن هاري بوتر. كتاب مش محتاج تعريف عن نفسه طبعا، أكيد كلكم عدى عليكم مشاهد من الفيلم أو اقتباسات من الكتاب، أو بشكل عام عارفين القصة بتتكلم عن إيه. عالم سحري ممتاز في إطار مدرسي بيخليك انفستد جدا في الشخصيات اللي أنت بتتابعها، وكمان الماجيك سيستم بتاعه بسيط مفهوش تعقيدات ورولز كتيرة، وهو برضو في العالم بتاعنا مقترن بعالم سحري، فهيكون بسيط جدا للفهم. ممكن تكون لغته قديمه شويه عشان هو اتنشر في التسعينات، ولكن بيساعد في ده قوي كونك اتفرجت على الافلام قبل كده او عندك فكره عابره عن القصه، او ممكن تكون حتى قريت الكتب المترجمه. لازم ارشح الاوديو بوكس بتاعت ستيفن فراي لانها ممتازه وبتخليك مندمج جدا في العالم وحاسس ان انت قاعد معاهم في الكتاب. لو انت من الناس اللي قرت هاري بوتر من زمان قوي وفضلت على مدار السنين عماله تقراه تاني لان هي مش لاقيه عالم مشابه ليه يحسسها بالنوستالجيا والألفة اللي هي اتعودت عليها لما كانت بتقرا هاري بوتر وهي صغيره، لازم ارشح لكم سلسله نيفر مور ذا ترايلز اوف موريجان كرو. سلسله معموله عشان تخدم الانر تشايلد اللي جواه، اللي اتربى على قصص الفانتازيا الخفيفه ونفسه يرجع للعالم ده تاني بس بشكل مختلف. القصه بتتبع بنت اسمها موريجان كرو ما عندهاش قوه سحريه، بتنافس في مسابقات في عالم سحري عشان تحاول تثبت نفسها في المكان اللي هي فيه. ممتعه جدا وفيها ترايلز وقريبه يمكن للجزء الرابع من هاري بوتر. لو كان جزءك المفضل السلسله دي هتعجبك قوي. بعض الناس ممكن تستغرب ان انا حطيت الكتاب ده في البيجنرز، بس هو حقيقي كتاب بسيط جدا. ممكن تكون سمعت عنه حاجات خلتك تخاف منه، لكن لو جربت فعلا تقعد وتقراه هتلاقي ان هو من اسهل الحاجات ومن الكتب اللي ما ينفعش نبدا فانتسي واحنا ما قريناهاش، لان كتب كتير دلوقتي بقت مستوحاه منها ومبنيه على قصص صغيره من اللي موجوده فيها. جريمز فيري تيلز، الفولكلور والفيري تيلز الاصليه اللي نشات من المانيا. قصص كتير جدا من اللي احنا عارفينها دلوقتي طلعت منها، زي سندريلا وليتل ريد رايدنج هود ورامبل ستيلسكن، ذا جوز جيرل وذا برنسس اند ذا فروج، هانسل وجريتل وذا 12 دانسينج برنسسز، وقصص تانية كتير. التأثير بتاع القصص دي على عالم الفانتازيا ما نقدرش ننكره، وعشان كده حاسة ان اي حد عشان يبدأ فانتازيا لازم يكون عنده فكرة ولو بسيطة عن الخلفيات دي. جريمز فيري تيلز هي سلسلة من قصص قصيرة، القصة لا تتعدى ال10 صفحات، بتتكلم عن حاجات مختلفة من الميثولوجي او الفولكلور، القصص اللي كانت بتتحكي زمان في القرى في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، بتجمعها في كتاب واحد. مسلية جدا، وكمان لو سمعت الناريشن بتاعها هتستمتع قوي بيها. هنبدأ ندخل بقى في المستوى الأصعب شوية ألا وهو الانترميديت، وده أنا مقسماه بناء على العناصر اللي موجودة في القصة واللي الكتاب مركز عليها أكتر حاجة. هنبدأ برضو بالأسهل فالأصعب، واللي لازم نبدأ بيه وما ينفعش نتجاهله هو الجونرا الفانتسي رومانس.
بس انا هنا مش هتكلم عن الرومانتسي المعروفه اكتر دلوقتي بان هو كتاب رومانسي في خلفيه من الفانتازيا. الفانتسي رومانس هو كتاب فانتازيا فيه عنصر رومانسي. من ابسط الكتب واولهم كمان في جونرا الفانتسي رومانس كانت كتب مارجريت روجرسون اللي منها An Enchantment of Ravens و A Sorcery of Thorns. الكتب دي بتتكلم عن عوالم خياليه تماما ملهاش اي علاقه بالعالم بتاعنا، فيها كائنات زي الفي والويزردز، بتحكي اغلبها قصه بنت اتحطت في موقف غريب على اساسه اضطرت تتعامل مع الماجيكال انتيتيز او الكائنات السحريه اللي موجوده في العالم ده. بنخوض معاها رحلتها وبنشوف اللاف انترست بتاعها ممكن يكون مين وقصه حبهم بتنشأ ازاي. في بعد كده حاجات بتركز على البلوت اكتر منه الرومانس زي هارتلس هانتر، سلسله تعتبر ميستري ثريلر شويه بتتكلم عن بلاد ويتشز، ساحرات بيحتاجوا يستخدموا دم عشان يعرفوا يعملوا التعاويذ. وفي العالم ده البلاد ويتشز دول خارج القانون وبيتم ملاحقتهم والقبض عليهم واوقات قتلهم. بيطاردهم الويتش هانترز وبيقبضوا عليهم وبيحرقوهم. قصتنا بتتابع بنت هي بلاد ويتش فعلا، بس هي ويتش هانتر، يعني هي هانتر بيقتنص الويتش هانترز اللي بيجروا ورا البلاد ويتشز دول. قصه مسليه جدا فيها جزء من الفيك ديتنج لان البنت دي بتضطر تمثل ان هي مخطوبه لاحد الويتش هانترز عشان تعرف تتجسس عليه وتعرف هم بيحاولوا يخططوا لايه وتلحق تنقذ صحابها من البلاد ويتشز قبل ما يحصل لهم اي حاجه وحشه. بعد كده عندنا حاجه ممكن تكون اعلى شويه في المستوى من الكتب اللي اتكلمت عنها قبلها، سلسله ذا نايت اند ذا ماث. انا كنت هحط دي في الادفانسد الاول، بعد كده بدات احس ان العالم ممكن يكون ابسط شويه من كتب ريتشل جيليج قبل كده، وكمان عنصر الرومانس قوي قوي في الكتاب ده، فقررت اني اخليه في الانترميديت. العالم هنا وعوالم ريتشل جيليج في العموم ممتازه جدا، بتخليك مندمج وحاسس ان انت فعلا قاعد معاهم في العالم بتاعهم. بتتكلم عن الاومنز والبورتنس او النبوءات، وان اي حد يقدر يعرف الفورتشن بتاعته بانه يروح كاتيدرال معينه مشهوره في المملكه بتاعتهم، وبيبقى فيه هناك بنات اسمهم ديفاينرز. الديفاينرز دول بيقدروا يتنبؤوا بمستقبل كل واحد. القصه بتبدا لما واحده من الديفاينرز دول بيقابلها الملك الجديد بتاع المملكه وبيطلب منها ان هي تديفاين عشانه، وللاسف بتطلع كل النبوءات مش في صالحه. وبعدها الديفاينرز اللي في الكاتدرائيه كلهم بيختفوا ما عدا بطلتنا دي، وبتضطر تخوض رحله مع الملك عشان تدور على صحابها، وبتستكشف في الرحله دي حاجات اكتر عن العالم ممكن يكون كان مضحوك عليها فيها. هنتكلم اكتر دلوقتي عن الكتب اللي بتناقش السياسه والحروب. اولهم اللي ما ينفعش ننساه سلسله شادو اند بون، اللي طبعا اتعملت مسلسل على نتفليكس وكانت مشهوره جدا. سلسله شادو اند بون مستوحاه من الامبراطوريه الروسيه، واخده من عناصر روسيا القديمه كتير جدا. بتتكلم على نوع من البشر اسمه الجريشة، عندهم قوة سحرية، متقسمين طبعا لأنواع، وكلهم بيتقابلوا في أكاديمية أو مدرسة بيتعلموا فيها إزاي يستخدموا قواهم دي. بطلتنا بنت بتكتشف على كبر إن هي عندها نوع من القوة السحرية دي، بس نوع مفيش منه غير حد واحد بس في العالم كله، إن هي تقدر تستخدم قوة الشمس وتخضعها لذاتها. بتروح المدرسة وبتبدأ تتعلم هناك إزاي توظف القوة بتاعتها، وفي رحلتها طبعا بتكتشف إن هي كانت عارفة حاجات كتير جدا غلط عن العالم وكمان عن الناس اللي كانت فاكره ان هم عايزين يساعدوها. السلسله دي ارشحها لاي حد عايز يبدا يانج ادلت فانتسي في العموم، لان كلامها وكتابتها بسيطه جدا واحداثها مش كتير، والعالم شرحه مبسط ومش محتاج حفظ كتير. بعد كده في This Woven Kingdom لطاهره مافي. ممكن تعرفوا طاهره مافي من سلسله شاتر مي، بس مش هنتكلم عنها هنا لان هي ديستوبيان اكتر. This Woven Kingdom مستوحاه من الاساطير الايرانيه، بتتكلم عن ان في العالم ده في مملكه كبيره جدا من الجن، بس المملكه دي اندثرت وهم مش عارفين يلاقوا الاير او الوريث بتاعها. شخصيتنا الرئيسيه هي الوريث الخفي، وما كانتش تعرف عن نفسها ده اصلا. كان بيجي لها في الحلم رؤى هي مش فاهماها، وبتكتشف اكتر بمرور الوقت ان هي شايله مسؤوليه اكبر من اللي كانت ممكن تتخيلها. حياتها تتغير بعد ما كانت خادمه في منزل ان هي بقت انسانه حره، وبعد كده بقت عنصر مهم في المملكه. برضو في عامل رومانسي صغير في الكتاب لكن مش متركز عليه قوي، والمفاجاه الجميله اللي انا ما كنتش حابه احرقها بس ممكن تشد ناس كتير ان هي تعوز تقرا الكتاب، ان في تنانين. سلسله An Ember in the Ashes لصباء طاهر مستوحاه من التقاليد العربية وممكن كمان جزء شوية من التقاليد الباكستانية والهندية. بيتكلم عن بنت في بداية الكتاب أخوها اتقبض عليه بتهمة إن هو كان خاين للمملكة، فبتسيب بيتها وبتقابل مجموعة من المتمردين. بيعملوا مع بعض اتفاق إن هي هتروح المملكة وهتبدأ تتجسس على الأسرة الحاكمة هناك، في مقابل إن هم هيدوروا على أخوها وينقذوه. لما بتروح بتقابل البطل اللي هو من أقوى المحاربين في الجيش بتاع المملكة دي. مصالحهم
بتتوافق مع بعض وبياخدوا رحلة بيحاولوا يوصلوا فيها للي هما بيدوروا عليه. العالم جميل جدا وفي عوامل كمان من الأساطير المصرية القديمة، من السلاسل الممتعة وعمرك ما هتزهق وانت بتقراها. آخر سلسلة معانا جريسلينج، يمكن دي من الكتب القديمة قوي اللي مش ناس كتير هتفتكرها دلوقتي، بس هي سلسلة فعلا العوالم الفانتازيا اللي فيها متقنة بشكل لا يوصف. يمكن القصص ما تكونش أحسن حاجة ولكن مع ذلك أنا استمتعت بيها جدا. في عالم الناس فيه ممكن يكون عندهم جريسز واسمهم بيكون جريسلينج، بيبقى عندهم هبة أو صفة مميزة. بطلتنا الهبة بتاعتها أو الجريس بتاعتها هي إنها ممكن تقتل أي حد مجرد إن هي تلمسه بإيدها، وبالتالي بتكون عنصر مهم جدا للأسرة الحاكمة، والملك بيستخدمها في إن هي تخلص له الديرتي وورك بتاعه أو تقتل المعادين ليه. بنشوف رحلتها وأهدافها ومخاوفها وطموحاتها وإزاي ممكن تعيش أو تقرب من حد أو تحبه وهي مش عارفة حتى تستخدم إيديها في أي حاجة غير إن هي تقتل الناس اللي حواليها. نقاشات جميلة جدا، وكمان السلسلة بتتشعب أكتر كل كتاب وبنقابل شخصيات مختلفة، ممكن تكون فيها أحداث تخض شوية أو جروسم زيادة عن اللزوم لسلسلة يانج أدلت، ولكن ما ينفعش مرشحهاش في وقت زي ده. هنتكلم دلوقتي بقى عن الكتب اللي فيها ماجيكال كريتشرز أو كائنات سحرية أو كمان ريسز من البشر السحريين. أول سلسلة هتكلم عنها وهي سلسلتي المفضلة على الإطلاق The Cruel Prince أو The Folk of the Air. السلسلة دي بتتكلم عن الفي، بس مش الفي اللي احنا بقينا بنشوفه في أغلب الكتب دلوقتي اللي هم شكلهم حلو وعندهم أجنحة وبيحبوا البطلة. لا، الكتب دي بتتكلم عن الفي الأصليين اللي كنا بنشوفهم في الفيري تيلز، الأشرار اللي ما بيعرفوش يكذبوا بس بيقولوا ريدلز وبيخدعوك بالحقيقة عشان ينتقموا منك، الأشرار اللي ممكن يعذبوا اللي قدامهم بأبشع الطرق الممكنة، اللي ممكن يقتلوا بعض بشكل دموي ومؤلم جدا. الكتاب ده مركز أكتر على الكورت بوليتكس أو السياسة في الحكم. بيتكلم عن بطلتنا جود، هي بنت عادية جدا ما عندهاش أي جينات للفي، عايشة في وسط عالم من الفيريز. العالم ده معمول بطريقة بتخليك حاسس بنوستالجيا كده للقصص اللي كنت بتسمعها وانت صغير. رحلة جود ممتعة جدا في استكشاف العالم ده، وبنشوف تدريجيا بتتعلم ازاي تعرف تتعامل مع الفي بدهاء عشان تبقى أذكى منهم. سلسلة The Serpent and the Wings of Night، وللأمانة كل كتب كاريسا برودبنت من الكتب اللي أحب أرشحها جدا لحد عايز مستوى intermediate من الفانتسي. الكتاب ده كان متسوق على إنه رومانتسي، لكن في الواقع لما أنا قريته لقيته مركز بشكل كبير جدا على الجزء الفانتسي من العالم، والرومانس كان بلوت صغير مش متركز عليه قوي، أو على الأقل في الكتاب الأولاني. السلسلة بتتكلم عن عالم من الفامبايرز، بس مش زي ما كنا عارفينهم زمان مثلا في سلاسل زي تويلايت، لا هنا هم فعلا ليهم أساطيرهم وتقاليدهم ومتقسمين لشعب وأنواع، وفي حروب أهلية بينهم، وكل نوع ليه القوة الخاصة المميزة ليه. كتاب بيناقش أكتر الكورت بوليتكس، وبيتبع شخصيتنا الرئيسية أورايا اللي هي برضو ما عندهاش أي جينات للفامبايرز، بتنافس في مسابقة شرسة جدا عشان لو كسبت تقدر تتحول لفامباير. في طريقها طبعا هتقابل أعداء كتير وهتضطر تكون علاقات مع ناس مش متفقة معاهم في آراء كتير عشان تعرف تنجح. وبنشوف حياتها بتاخد دوامات وبتقابل صعوبات عمرها ما كانت تتخيل ان هي تتحط فيها، وبنشوف بتواجه الصعوبات دي ازاي. اخر سلسله هتكلم عنها في الجانر ده، واللي لو انت ما اشتريتهاش قبل كده ما ارشحش ان انت تشتريها بسبب الاراء الشخصيه للمؤلفه، سلسله ثرون اوف جلاس لسارة جي ماس. على عكس سلسله اكوتار او كورت اوف سونز اند روزز لنفس المؤلفه اللي عمري ما هرشحها لاي حد، سلسله ثرون اوف جلاس معموله احسن شويه. مش هقول ان هي احسن حاجه اتكتبت، بس هي على الاقل اول كام كتاب منها العالم والورلد بيلدينج فيهم ممتاز. مفيش ماجيك سيستم قوي في العالم ده، بس هو بيتكلم عن عالم خالي من السحر، وفي عالم موازي ليه فيه في او فيريز، هم شبيهين اكتر بالالبز بس مش بنقول عليهم البز هنا في الكتاب. مملكه الالبز القويه اندثرت وهم مش لاقيين الوريثه بتاعتها اللي هي طبعا هتكون البطله بتاعتنا، ومخبيه ده طول الكتاب، بس احنا هنعرف من الاول. يعني القصه بتتكلم عن شخصيتنا الرئيسيه سيلينا اللي كانت من الاساسنز الاقوياء جدا، ولكن لظروف غامضه اتحبست في سجن، وبعد كده الامير الجديد بمعاونه المساعد بتاعه خرجوها من السجن عشان تنافس في مسابقه معينه
باسمهم هم، ولو نجحت بتكون الاساسن الخاص بالملك. كتاب برضو اغلبه ترايلز، مشابه شويه لهاري بوتر اند ذا جوبلت اوف فاير. الترايلز مش ممتعه قوي، ولكن تسلسل الاحداث والقصه والاكتشافات اللي بتوصل لها شخصيتنا الرئيسيه بتخليك اون يور توز، قاعد متاهب عايز تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. هنبدا بقى نتكلم اخيرا في اللي اغلبكم جاي الفيديو ده عشان الادفانسد فانتسي، الفانتسي الشديده التقيله اللي فيها عوالم ضخمه وماجيك سيستمز منظمه وسوبر باورز ودراجونز وخلافات سياسيه وحروب. مقسماهم برضو على حسب العناصر الاساسيه اللي موجوده في كل كتاب. واول جونرا هتكلم عنه هو الجونرا اللي فيه اوريجينال وورلد او عالم كامل ضخم مبهر فعلا. وفي الجونرا ده هكلمكم عن 3 أو 4 كتب. اولهم وور بريكر لبراندون ساندرسون. اللي ما يعرفش براندون ساندرسون من اقوى الناس في الفانتسي دلوقتي، بيكتب كتب بسرعه رهيبه، بيخلص سلاسل ضخمه وبكواليتي بتكون ممتازه برضه برغم سرعه اللي بيكتبه. وور بريكر بدايه حلوه للعالم بتاعه اللي هو السلاسل بتاعته كلها مرتبطه ببعض فيه. هو كمان ستاند الون، كتاب لوحده، يعني تقدر تقراه لوحده، مش محتاج تقرا سيكولز او اجزاء تانية بعده. العالم بتاعه ضخم، وحتى مش بنعرف نكسبلور كل حاجه فيه في الكام صفحه دول، فلو انت استمتعت بيه هتلاقي نفسك عايز تبدا باقي السلاسل عشان تكتشف اكتر عن العالم. بيناقش اكتر البوليتكس، وبيبدا بدايه ممكن تكون غريبه شويه على كتاب هاي فانتسي، لان احنا بنشوفها اكتر في الرومانس، ان الاميره اللي اختها الكبيره كانت متجهزه على انها هتتباع في ترانزاكشن كده بينها وبين مملكه تانية عشان يقووا الاواصر بينهم. في اللحظه الاخيره الاخت الصغيره بتكتشف ان هم قرروا ما يبعتوش الاخت الكبيره اللي كانت متجهزه ومتاسسه عشان الوظيفه دي، وهيبعتوها هي بدل. وبنخوض رحلتها وهي مش عارفه اي حاجه عن الوظيفه اللي هي مكلفه بيها والمكان اللي هي رايحاه والمشاكل اللي بتواجهها كانسان حتى في عامه الشعب وسط المجتمع، مش بس البوليتكس بتاعه الاسره الحاكمه. قصه ممتعه جدا واوقات بتضحكك بصوت عالي. الكتابه سهله وبسيطه. احب ارشح ساندرسون لاي حد عايز يبدا ايبك فانتسي ومستصعب الكلام، لان كتبه بسيطه جدا. بعد كده عندنا سبيننج سيلفر وابروتد لنايومي نوفاك. كتب كأنها بالظبط جريمز فيري تيلز بس أكبر شوية. القصة ما بقتش 10 صفحات، القصة بقت 200 و 300 صفحة. العوالم دي مشابهة جدا لعوالم الفولكلور الألماني، بيحكي ريتيلينجز للقصص اللي احنا قريناها في جريمز فيري تيلز بس بتويستات جديدة وبأحداث مختلفة. ما أقدرش أصنفها فانتسي رومانس لأن عامل الرومانس ضعيف جدا في الكتاب، فهي من الكتب اللي تقراها لو عايز فايب أو عالم تكتشفه، ما فيهوش سياسات أو وورلد بيلدينج أو ماجيك سيستم بذاته، ولكن العالم والاتموسفير اللي بتجربه في المكان ده بيخليك مستمتع بالكتاب بغض النظر عن عدم وجود اي عنصر من العناصر التانية. بعد كده عندنا سلسلة وان دارك ويندو، من الكتب المفضلة جدا ليا، برضو من الكتب اللي مركزة اكتر على العالم والاتموسفير، وكمان هي من الكتب الفورميوليك جدا، يعني بتتبع فورميولا معينة في الكتب ومستخدمة هنا بطريقة ذكية جدا خلت الكتب دي من اقوى السلاسل اللي اتعملت في ال10 سنين الاخيرة. بتتكلم عن عالم مبني على الاشجار، الاماكن والممالك كلها مبنيه على انواع من الاشجار، والاشجار عنصر مهم جدا في الماجيك سيستم بتاعنا. اسماء العائلات نفسها مستوحاه من اشجار، والعالم ده الماجيك سيستم بتاعه مبني على كروت او بروفيدنس كاردز، حاجه شبه يوجي يو كده مثلا. كل واحد عنده كارت بيبقى عنده سوبر باور خاصه بالكارت ده. وكان في اسطوره بتقول ان لو واحد عرف يجمع ال 12 بروفيدنس كارد اللي موجودين في العالم يقدر يقضي على العدو الشرير اللي بيضحك المملكه دي بقاله سنين. بطلتنا عندها سكيل سحريه مميزه مش موجوده عند اي حد تاني، وهي انها تقدر تشوف البروفيدنس كاردز دي. ما تقدرش تستخدمها بس تقدر تشوفها حتى لو اي حد مخبيها، وبالتالي هي عنصر مهم جدا للاسره الحاكمه اللي بتدور على البروفيدنس كاردز دي عشان تقضي على العدو بتاعهم. السلسله من كتابين بس وممتعه جدا لاي حد بيحب العوالم بغض النظر عن منطقيه الماجيك سيستم اللي موجود. بعد كده هنتكلم عن كتابين صادف ان هما الاثنين فيهم ماجيك سيستم قوي جدا، وان الاثنين بيتكلموا عن قصه هايست، ان الناس بتروح تعمل عمليه سطو مسلح على مكان لغرض معين. اولهم معانا سلسله 6 اوف كروز للي باردوجو، اللي هي السلسله الملاحقه لشادو اند بون. مش لازم تقرا ده عشان تقرا ده، ممكن تقرا كل سلسله لوحدها، ولكن 6 اوف كروز مستواها اعلى واصعب شويه من شادو اند بون. بيتكلم عن ناس من فئات مختلفه تماما بيتقابلوا مع بعض لمصالح شخصيه، وبيتفقوا ان هم هيسطوا على سجن ما محكم جدا ومحصن جدا عشان يطلعوا واحد من السجناء لخدمه تخص
تخص المملكة. بنقابل الشخصيات المختلفة دي وبنتعرف على طباعهم وعلى الخلفيات اللي هم جايين منها، وازاي بيتقابلوا مع بعض وبيكلاش او بيتصادموا مع بعض بسبب اختلاف وجهات نظرهم والبيئات اللي نشأوا فيها، وكمان العلاقات والصداقات اللي بيقدروا يكونوها مع بعض. العالم هنا يمكن مش اقوى حاجة ومش متناقش كويس، بس الماجيك سيستم من الحاجات القوية جدا فيه. تاني سلسلة معانا ميست بورن لبراندون ساندرز. ميست بورن هي اركس كتير، اول سلسلة منها 3 كتب، وبعد كده في سلاسل تانية لسه بتتعمل لحد دلوقتي، بس اول سلسلة هي مكتفية بذاتها، مش لازم تقرا الباقي عشان تعرف الاحداث هتنتهي لايه. بتتكلم برضو عن مجموعة مختلفة من الناس بيعملوا نفس الحاجة بالظبط تقريبا، سطو مسلح لمصلحة المملكة اللي هم فيها. القصة بتتكلم في سيتنج بعد ما كان في حرب قامت والشخص السيء او الشخص الشرير هو اللي كسب الحرب دي وبقى هو الحاكم او المسيطر على العالم. وفي العالم ده في ماجيك سيستم شيق جدا، وهو ان الميتالز او المعادن بيقدروا يستخدموها وتديهم سوبر باورز لفترات مؤقتة بياكلوها، وكل معدن ليه القوة السحرية الخاصة بيه. العالم ممتاز وقوي جدا، والكتابة زي ما قلت لكم كتابات ساندرسون كلها في غاية البساطة، الصفحات بتجري في ايديك ما بتحسش بضخامة الكتاب ابدا. هتكلم بقى عن 3 كتب فيهم تنانين، والتنانين عامل مهم جدا في الكتب دي. اول واحد معانا هو The Priory of the Orange Tree. الكتاب ده ستاند الون، يعني هو كتاب لوحده مش سلسلة، فلما تقراه مش محتاج تقرا حاجة بعده، بس هو ضخم يعني تقريبا 700 او 800 صفحة. هو متقسم ل3 اجزاء، فهو بنعتبره كانه تريلوجي، يعني انت ممكن تقرا كل جزء وتفصل بينه وبين الجزء اللي بعده بحاجه، كانهم 3 كتب. بيتكلم عن التنانين بشكل مدهش، محدش اتكلم عنه بالطريقه دي في كتاب قبل كده، بكل انواعهم، التنانين الاوروبيه التقليديه اللي احنا بنشوفها في اغلب الافلام والمسلسلات دلوقتي، ويناقش اكتر كمان زي اللي على الصوره التنانين الايست ايجن الصينيه واليابانيه اللي كانت في الطقوس والتقاليد الصينيه القديمه. الكتاب بيركز اكتر برضو على السياسه والكورت بوليتكس، وان في مملكه فيها ماترياركي، يعني مبنيه على كون في ملكه لازم تكون ست، والاير او الوريث بتاعها لازم يكون بنت. بيناقش المملكه دي وان حاليا الملكه بتاعتها ما عندهاش وريث، وده مخلي مركزها صعب جدا في المكان، وان اي حد ممكن يحاربها عشان ياخد مكانها، ومهمتها ومسؤوليتها في ان هي توفر الوريث بتاعها باسرع وقت ممكن. وبعد كده عندنا The Shadow of the Gods لجون جوين. دي سلسلة مستوحاة أكتر من النورس ميثولوجي أو الميثولوجيا الاسكندنافية اللي ممكن تكونوا شفتوها أكتر في مسلسلات زي فايكنجز، أو لو حد شاف The Last Kingdom. كان فيها الجودز متخذين أشكال مختلفة كتير، منها تعابين منها تنانين، لكن الجودز دي اندثرت وما بقتش موجودة في العالم بتاعنا دلوقتي. ولكن في أقاويل وأساطير بتقول إن هم لسه مدفونين، وإن عند نهاية العالم الجودز دي كلها هتطلع من أماكنها وهتعمل حرب ضخمة جدا. القصة بتتبع 3 شخصيات رئيسية حياتهم مختلفة تماما عن بعض، وطرقهم مش بتتقابل إلا بعد كتير جدا، يمكن كمان أول كتاب بيخلص وإحنا ما شفناش طرقهم بتتقابل. كل واحد بيكتشف جزء مختلف عن العالم اللي هو فيه والجودز اللي مشهورة أكتر في المنطقة اللي هو فيها، وكل واحد عنده النوايا والموتيفيشنز بتاعته، وبنشوف رحلتهم عاملة إزاي، وبنكتشف أكتر عن العالم ده عشان نوصل للحرب اللي إحنا متأهبين لها من أول كتاب. السلسلة دي من 3 كتب بس وبتخلص بسرعه. ارشح الاوديو بوكس لان هي ممتعه جدا كمان، خصوصا ان في بوينتس اوف فيو كتيره بتناقش فلسفه الانسان والرغبات بتاعته بتكون نابعه منين، والكونفليكت اللي ممكن يواجهه بسبب رغبات زي دي. اخر سلسله معانا في الدراجونز اللي هي لسه للاسف ما خلصتش لحد دلوقتي، The Rage of Dragons لإيفان وينتر. بيتكلم عن عالم مليء بالحروب مش مستقر ابدا. واحده من كل 2000 ست عندها قدره ان هي تنده للدراجونز او تتواصل معاهم وتخليهم يعملوا لخدمتها هي، وواحد من كل 100 راجل بيقدر يتحول زي مكنه كده بتحارب بشده وضراوه. ودول مهمين جدا لاستمراريه الحرب اللي احنا فيها دلوقتي، لكن باقي الناس بتموت للاسف بعشوائيه وبقسوه شديده. بطلنا هو شخص عادي جدا موجود في الحرب، ما عندوش اي قوة مميزة وبيحاول يهرب منها، ولكن قبل ما يهرب منها بيلاقي ان اصحابه كلهم ماتوا بطريقة بشعة في الحرب دي. بيتكون جواه الحافز ان هو عايز يكون احسن محارب بالسيف في العالم، وبيدخل اكاديمية بيتمرن فيها وترايلز بيقوي نفسه فيها عشان ينتقم لاصحابه اللي ماتوا في بداية الكتاب. بعد كده هنتكلم عن الكتب اللي بتناقش البوليتكس او السياسة اكتر، ومنها الستاند الون بلاد اوفر برايت هيفن لإيميل وونج، اللي بالمناسبة كتبت The Sword of Kagan الستاند الون اللي سمعت عنه كلام رائع جدا، لكن لسه ما قريتوش للاسف، وان شاء الله هقراه قريب. بلاد اوفر برايت هيفن مبني في الاساس على البوليتكس، واتكلمت عنه اكتر في فيديو الكتب اللي فعلا غيرت
غيرت حياتي واثرت عليا بالايجاب، وممكن احط لكم اللينك بتاعه فوق. هو مبني على مملكه السحر فيها جزء من الاقتصاد بتاع الدوله. السحر بيوظف حاجات زي انه يبني مباني وينشئ الانفراستراكشر ويجهز الصرف الصحي بتاع العالم، هو اللي بيوفر الكهرباء وبيوفر الميه. فالناس اللي بتتعلم السحر ده بتوظفه بالشكل العلمي البحت عشان تخدم المملكه بتاعتهم. بعد كده عندنا ذا سيتي اوف براس اللي مستوحى بشده من القرن ال18 في مصر. يمكن الريبريزنتيشن مش اكيوريت قوي لان المؤلفه اجنبيه في الاساس، ولكن هي ممتعه جدا. بتتكلم عن بنت هي كانت شغاله في العالم ده ان هي حراميه بتسرق من الارستقراطيين من الدوله العثمانيه، لحد ما بالغلط وهي بتعمل عمليه من عمليات السرقه بتاعتها استدعت جني، والجني ده بقى ملاحق ليها ومش عارفه تتخلص منه. كمان بيتكلم عن عالم خفي ومملكه كامله من الجن في العالم بتاعنا احنا مش شايفينها، ومدينه هي بتحلم عنها بقالها فتره معموله بالكامل من النحاس. هتكلم بعد كده على سلسله من اقوى اشهر السلاسل اللي موجوده دلوقتي، اللي هي تعتبر من الجريم دارك كمان، يعني سلاسل مظلمه جدا ممكن تكون بتاخد اتجاهات محدش كان يتخيلها من كتر ما هي سيئه والسيناريوهات اللي بتحصل في الكتاب سيئه. لو هي سلسله ذا بوبي وور اللي اتشهرت جدا وقت ما نزلت، وبعد كده بقت مشهوره اكتر مؤخرا لان الاحداث اللي بتحصل فيها ممكن تكون بتكوريليت للي بيحصل في عالمنا احنا دلوقتي. بتناقش البوليتكس في الحرب بين الصين واليابان. واريف كوانج من اصل صيني ودرست كتير جدا في التاريخ الصيني عشان تقدر تستوحي منه عالم بالكفاءه دي من غير اي بلوت هولز. كل الموتيفيشنز وكل الاحداث اللي بتحصل منطقيه، يمكن اوقات ممكن نكون مصدومين ومش متوقعين ان هي بتحصل، ولكن لما بنرجع لها وبنبص في تاريخنا احنا بنكتشف ان التاريخ بيعيد نفسه، وان الحاجات دي بتحصل ممكن تكون لسه بتحصل قدامنا دلوقتي بشكل مختلف. احنا مش متصورين الباراليل تاريخنا اللي بيعيد وبيزيد في نفسه على مدار الزمن. بطلتنا في الكتاب ده بتدخل زي وور سكول او مدرسه للحرب بتتعلم فيها تكون محاربه كويسه، وبنخوض تجربتها هي الشخصيه والتجربه الاعم كمان للعالم في غضون الحرب دي مين على حق، وهل فعلا التاريخ بيتكتب بما يصب بمصلحه الحاكم او المسيطر دلوقتي، ولا بيتكتب زي ما حصل بالظبط. الإيبك فانتسي اللي يمكن أغلبنا اتعرض على جنرال فانتسي أصلا عن طريقه، سلسلة زي The Hobbit أو Lord of the Rings، دي النسخة المترجمة. أرشح لك الاتنين لأن دي من السلاسل القليلة اللي ترجمتها فعلا كويسة جدا جدا، والمترجمين بذلوا على قد ما يقدروا من مجهود عشان يطلعوها بالجودة دي. بداية عالم الإيبك فانتسي كان من هنا. أول رواية فانتازيا اللي اتعملت بالصدفة البحتة بسبب إن واحد عمل لغة كاملة وما كانش عارف يوظفها إزاي، قرر انه يخلق عالم عشان يوفر مكان آمن للغة بتاعته دي. ناس كتير جدا استوحت وتأثرت بكتاباتها وبرواياتها بسبب وجود السلسلة دي، اللي ما ينفعش ننكر تأثيرها على جنرال الفانتازيا بشكل عام. ممكن تكون تقيلة على ناس كتير، ممكن يكون تفاصيلها مملة وشرح العالم والمكان اللي احنا فيه مزعج شوية وبيخلي الناس تزهق وما تركزش، ولكن في الآخر لما تخلص السلسلة بتبقى سعيد جدا بالتجربة اللي خلتك تحس بألفة انت مش متخيلها وبنوستالجيا لعالم انت عمرك ما كنت فيه اصلا عشان يوحشك. سلسلة A Song of Ice and Fire أو كما هي تعرف دلوقتي أكتر A Game of Thrones من الكتب الانفلونشال جدا أو المؤثرة وطاغية على ذوق الناس في كتابة وقراءة كتب الفانتازيا دلوقتي، اللي بتورينا قد إيه العالم ممكن يكون ضخم وكبير وفيه إمكانيات سحرية كبيرة جدا، ومع ذلك الأحداث كلها ممكن تقتصر على خناقة بين أسرتين حاكمتين. إن البوليتكس تأثيرها شديد جدا على العالم لدرجة إن هي ممكن تكون بقوة عوامل تانية سحرية زي ماجيك سيستم أو وجود دراجونز اللي بيتحط على الجنب في السايد لاينز في مقابل خناقة على الورث، أو قد إيه الحق ممكن يتطمس بسهولة جدا. إزاي الناس جشعها ممكن يوصلها لمستويات بشعة من التدمير والخراب عشان يوصلوا لمبتغاهم من السلطة والقوة والسيطرة. السلسلة طبعا فيها تجاوزات كتير وإحنا عارفين ده، وفيها حاجات مش مستحب ومش ضروري إن هي كانت تكون موجودة في العالم مهما كانت أعذار الناس ومبرراتهم إن هي لازم تكون موجودة عشان تحسسك بواقعية العالم وقد إيه هو سيء وبشع ومش بنزوق الواقع. ولكن ما زلت شايفة إن في جزء كبير جدا من المشاهد أو الأحداث الخارجة ما كانتش ضرورية تماما لاستمرار القصة بعكس كلام ناس كتير. سلسلة The Wheel of Time لروبرت جوردن اللي بتعرض صورة جديدة جدا عن عوالم الفانتازيا، إن ممكن العالم مش زي ما احنا متعودين يكون عالم من العصور الوسطى أو ميديفل أو متأثر بالشعوب القديمة، بل بالعكس
بالعكس ممكن العالم الفانتازيا اللي احنا فيه يكون بوست ابوكاليبتيك، حاجه في المستقبل بعد ما احنا كنا عايشين بالحضاره بتاعتنا وبالتطور والتكنولوجيا بتاعتنا وكل الحاجات دي اندثرت والانسان رجع لبدائيته تاني. بنبدا نتفرج على العالم ازاي ممكن يمشي ويستمر بعد ما الانسان كان وصل لمستوى عالي جدا من الذكاء والتكنولوجيا ورجع بقى ولا حاجه. برضو السلسله بتتكلم في ظلال الدارك انتيتي او الدارك وان اللي موجود في العالم ده، هو اللي بقى المسيطر وهو بقى القوه القويه الموجوده في العالم واللي بيخلي كل الناس عايزه تتبعه لان هم عارفين ان هو اللي هيكسب في الاخر. بيناقش مجتمعات كتير من خلفيات مختلفه عن بعض، في جزء كبير جدا متاثر بالعالم الاسلامي، في ناس عندهم تقاليد ومقدسات مرتبطه بالحجاب وبالصلاه. هو ما كانش من السلاسل الممتعه قوي بالنسبه لي، وكمان الادابتيشن بتاعه كمسلسل ما كانش احسن حاجه، ولكن ناس كتير بتحب الكتب دي قوي. جدير بالذكر ان روبرت جوردن اتوفى في نص السلسله دي، وبراندون ساندرسون كلف بان هو يكملها لحد نهايتها وعمل وظيفه ممتازه جدا في ان هو يعمل ده. سلسلة The Witcher من السلاسل الغير تقليدية بالمرة، اللي متأثرة طبعا بالميثولوجيا الاسكندنافية أسوة بمؤلف الكتاب. بتتكلم عن عالم كان زي عالمنا بالظبط، وبعد كده حصل حدث مهم جدا اسمه The Conjunction of the Spheres، خلى العالم بتاعنا يصطدم بعالم تاني فيه من الوحوش والكائنات السحرية، وبعد كده الوحوش والكائنات دي وقعت على العالم بتاعنا وبقينا احنا مضطرين نواجهها بعد ما كنا عمرنا ما قابلناها قبل كده. فاتكون جنس من البشر اسمه الويتشرز اللي بيدخلوا مدرسة يتدربوا فيها بضراوة وبشكل مؤذي جدا بيخلي أغلب الناس ما تقدرش تعيش للنهاية، واللي بيكمل منهم بيبقى ويتشر. والويتشرز دول مكلفين بأن هم يحموا العالم من الكائنات الغريبة اللي بدأت تظهر على الكوكب بتاعنا. المسلسل كان كويس في الأول بس ما بقاش أحسن حاجة دلوقتي. سلسلة الكتب ممكن تكون قراءتها غير تقليدية شوية، الاستراكشر بتاع القصة مش تقليدي، خصوصا ان اول كتابين في السلسلة هم قصص قصيرة بتتجمع مع بعض عشان توريك العالم ماشي ازاي، وبعد كده بنبدأ الكتب الأساسية بتاعة القصة. ولكن ده مش معناه ان هي اقل متعة من السلاسل اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، بل هي بس عاملة تيك جديد فريش كده عن كتب الفانتازيا التقليدية اللي احنا متعودين عليها. بعد كده عندنا سلسلة The Lies of Locke Lamora اللي هي بالمناسبة لسه ما خلصتش للأسف، فلو خايفين ان انتوا تستنوا كتير لحد ما باقي الأجزاء تنزل استنوا شوية عليها. قصة محكية في 2 parallel timelines، الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي والماضي اللي فيه سلسلة من الفلاش باكس بتحكي لنا القصة وصلت لهنا ازاي. بيتكلم عن بطلنا لوك لامورا اللي هو من الحرامية اللي كون زي عصابة مشهورة جدا اسمهم الجنتلمان باستردز، اللي كانوا ناجحين جدا في وظيفتهم، وبعد كده بدأ يظهر حد معادي ليهم عايز يسيطر على المكان اللي هم مسؤولين عنه، وبتبدأ المنافسة والحبكة الدرامية بينهم. وفي نفس الوقت بنقابل الفلاش باكس اللي بتعرفنا قصة لوك دي بدأت ازاي وصداقاته بالناس اللي حواليه والعصابة بتاعته نشأت ليه وعشان ايه. بعد كده آخر سلسلة هتكلم عنها هنا هي The Shadow of What Was Lost، ثلاثية طبعا ضخمة جدا، انتوا شايفين الكتب عاملة ازاي. بتتكلم عن عالم في الماضي كان فيه نوع من البشر اسمه الأوجرز، ودول كانوا متعاونين مع نوع تاني من البشر اسمه الجيفتد اللي كان عندهم قوة سحرية معينة، والأوجرز دول اتهزموا تماما بسبب الريبليون اللي حصل أو التمرد اللي حصل وما بقوش موجودين. في العالم بتاعنا بطلنا بيكتشف ان هو بيعرف يستخدم القوة السحرية اللي كانت عند الأوجرز دول، وبعد ما كان شخص مكروه في المدرسة اللي هو فيها والناس بتعامله وحش هنبدأ نشوف صعوده للسلطة ممكن يكون عامل ازاي، والكونفليكت اللي بيواجهه بين ضميره وبين رغبته في الانتقام من كل الناس اللي أذته في العالم السحري ده. أريج من المستقبل هنا، وانا بعمل إيديت خدت بالي ان انا نسيت اتكلم عن سلسلة من اهم واقوى السلاسل تأثيرا حاليا في الإيبك فانتسي، وهي سلسلة The Stormlight Archive لبراندون ساندرسون اللي هي المفروض تكون مكونة من 10 كتب، بس حاليا اول 5 بس هم اللي نزلوا. انا ما قريتش السلسلة دي، ولكن في المستقبل ان شاء الله قريب هقراها وهعمل فلوجز وانا بقراها وبتكلم عنها اكتر. هتكلم بقى عن الكتب المشهورة جدا اللي انا لسه ما قريتهاش فمش هقدر احكم عليها، ولكن ما ينفعش الفيديو ده يعدي من غير ما اذكرهم كلهم ولو بالاسم على الاقل. في الستاند الونز عندنا جوناثان سترينج اند مستر نوريل اللي بيتكلم على الخلاف بين المفهوم القديم للسحر والمفهوم المعاصر للسحر، وازاي شخصيتين مختلفين تماما ممكن يوفقوا قواهم ويشتغلوا مع بعض. سلو فوت قصة بتتكلم عن ساحرة بس مش بالمعنى التقليدي اللي احنا عارفينه للسحر ايام الويتش ترايلز اللي كنا نعرفها
وازاي الساحره دي بتوظف قواها السحريه لمصلحتها هي الشخصيه مش لخدمه البشر. ذا سورد اوف كيجان اللي اتكلمت عنها من شويه برضو، اللي بتتكلم عن رحله فقدت ابنها خلال الحرب، ما ماتش يعني، هم تاهوا عن بعض ورحلتهم والبوينت اوف فيو بتاعت كل واحد لوحده وطريقهم لحد ما يقابلوا بعض تاني في نهايه الكتاب. في سلاسل كمان مهتمه جدا ان انا اقراها في الفتره القريبه دي، منها سلسله ذا بليد اتسيلف اللي من السلاسل الجريم دارك المشهوره جدا واللي كل الناس بتتكلم عنها بشكل كبير، خلاني مهتمه جدا اقراها. ولو ان الكفرز شكلها مش احسن حاجه، ذا نيم اوف ذا ويند لباتريك راسفوس، بس انا مستنيه السلسله دي تخلص لان هي لحد دلوقتي كتابين بس تقريبا اللي اتنشروا، والمؤلف مش عارف او مش ناوي يكمل السلسله. فلحد ما السلسله دي تكمل هحاول ابعد عنها عشان ما استناش سنين طويله لحد ما السلسله تكمل. ذا فارسير تريلوجي لروبن هوب، او عموما اليونيفرس بتاع روبن هوب كله، حابه اني ابداه قريب جدا، ولو ان عدد الكتب في السلسله يخوف جدا، تقريبا 14 او 15 كتاب. سمعت كلام كتير جدا عن العالم وعن الشخصيات، وفكره ان احنا نشوف رحله المين كاركتر من وهو طفل صغير لحد ما يكبر ويبقى شخص مهم، ما اعتقدش انها اتعملت قبل كده بالشكل ده. ذا فيفث سيزون كمان من اقوى الكتب والسلاسل عموما، ناقش في الانفايرمنتال ماجيك، ان الناس بقى عندهم القوه انهم يتحكموا في الحوادث الطبيعيه اللي بتحصل زي الزلازل والبراكين. كمان سلسله ذا ادفنتشرز اوف امينه السرافي لاس اي شاكربورتي، اللي برضو هي نفس المؤلفه اللي كاتبه سلسله سيتي اوف براتس، بس السلسله دي لسه ما خلصتش فهستنى برضو لحد ما تخلص. وهي بتتكلم في الاساس عن مجتمع القراصنه، وبرضو فكره الهايست ان هم بيحاولوا يعملوا سطو مسلح لمصلحه شخصيه. في كتب بقى مشهوره جدا بس في الغالب انا مش هقدر اقراها او مش مهتمه بيها قوي، منها سلسله مالادين لستيفن اريكسون، او ذا دريسدن فايلز لجيمس بوتشر اللي مشهور قوي ان هي ديتكتيف بس في فانتسي باك جراوند، سلسله ايراجون اللي اتعمل منها الفيلم، سلسله دون اللي اتعمل منها الافلام اللي لسه شغاله لحد دلوقتي، سلسله ذا بلاك بريزم، وسلسله نيفر نايت لجي كريستوف اللي سمعت عنها كلام وحش جدا اول ما اتنشرت، وما اعتقدش ان انا هقدر اقراها خصوصا بسبب اللغه المستخدمه والبروز او النثر بتاع جي كريستوف اللي فيه رومانسيه زياده عن اللزوم ومش مركز قوي على احداث القصه. كمان الريبريزنتيشن بتاعه للشخصيات النسائيه يقال انه مش حلو خالص. واخيرا سلسله ريد سيستر لمارك لورنس، لاني حاولت مع مارك لورنس قبل كده وكتابته ما عجبتنيش، فما اظنش ان السلسله دي هتكون ليا. قولوا لي بقى في الكومنتس ايه الكتب اللي قريتوها من اللي انا اتكلمت عنه هنا، وايه الكتب اللي انتم مهتمين تقروها بعد ما خلصتوا الفيديو. احب اتناقش معاكم اكتر. انا اريج، اتبسطت قوي معاكم النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.